الدم مش مجرد سائل احمر موجود في جسمك كده وخلاص، ده اعظم شبكه نقل ودفاع وتغذيه موجوده في جسمك. تعال اقول لك مكوناته واحده. اول حاجه وهي كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي بتشتغل كشيان، في قلبها ماده الهيموجلوبين بتوصل لغايه الرئه، تحمل اكسجين، تنزل ثاني اكسيد الكربون، بعدين بتلف في جسمك كله، بتروح لكل نسيج ولكل خليه موجوده في جسمك، تنزل لها اكسجين وتاخد منها ثاني اكسيد الكربون، وترجع للرئه تنزل ثاني اكسيد الكربون وتحمل اكسجين، وهي اللي بتدي اللون الاحمر للدم. ثاني حاجه وهي خلايا الدم البيضاء، دي الجيش والشرطه والدفاع الجوي وكل حاجه، وظيفتها ان هي تحارب اي عدو يخش جسمك، بكتيريا، فيروس، فطريات، ولها انواع كتيره وكل نوع مخصص لحاجه معينه. ثالث مكون هو الصفائح الدمويه. تخيل معايا كده لو اتعورت مين بيوقف النزيف؟ هنا يجي دور الصفائح الدمويه اللي مكون من مكونات الدم برضه. دي تعمل ايه؟ تتجمع وتسد لك مكان الجرح وتبدا سلسله من التجلط توقف النزيف خالص ويحافظ على وجود الدم جوه الجسم. رابع مكون وهو البلازما، وده السائل الشفاف اللي شايل كل المكونات دي. ووظيفه البلازما ايه بقى؟ نقل الغذاء والهرمونات، تنقل النفايات اللي موجوده في جسمك للكليه والكبد، تنظيم الحراره. وبس كده، تابعني واستنى كل جديد.